انت في طبق من الفطار لسه محدش كله، في حد هياكله؟ خدتوا بالكم انا عملت ايه؟ بطلع وانزل بالصوت، ما تخشش تون واحد طول العرض، الجمهور يمل. انا بقول اساسيات، تمام؟ اتكلمت في الحركه، ادوات الممثل هي كل حاجه. رجلي اداه ممثل، بطني اداه ممثل. الاكسسوارز بتاعتي ادوات تساعدني كممثل. وشي مهم جدا كممثل، صوتي مهم جدا كممثل، مخارج الالفاظ ودي مهمه جدا. ما ينفعش انا وانا بتكلم، انا ساعات دي بتطلع مني غصب عني عشان عندي نقص فيتامين د، فتلاقوا الجمل عندي بتتكسر او بتتكسر في الاخر. يعني ما ينفعش اقول مين عامل البتاع ده بسرعه عشان انا مش لاحق اشوف البتاع ده لا، لما اجري في الجمله مش هتطلع الكلمه كويسه. اقول بالراحه براحتي. يمينة صباح الخير، خير، عامل ايه؟ انت قوي، قوي. القاف تطلع والدال والت لما بنعمل عروض باللغه العربيه. مهم جدا مخارج الالفاظ، بلاش التنوين واللحن، دي المحترفين قوي، احنا بننبسط. لكن برضو الناس تحس لا ده مذاكر، ده حرب قوي. ودي اتقالت لكم كذا مره بعد العروض، انتوا عروض قويه. استاذ عاصم سامي قالها لنا مره، في ضيوف كتيره بتيجي بتقول لي العرض قوي، عشان كده في ناس كتير لما باجي اعزمها بتحب تيجي تتفرج عليه. فده مهم جدا مخارج الالفاظ، ما اجريش في الجمله. صباح الخير يا استاذ رامز، استاذ رامز، الهمزه والدال والث. انت كويسه يا مهرائيل. طبعا مش هنتكلم بالافوار دي، بس انا بوضح لكم الكلمه مع الدوشه، مع الميوزك، مع المايكات، ما بيبانش لو الممثل مش مأكد على الحروف. قللوا الميوزك، ما ده هنتكلم فيه. لا انا بتكلم ان لو الممثل فعلا مش